وبيبدا الفيلم الاستاذ نيازي اللي بيقول لتلامذته انتوا عارفين ليه موجب زائد موجب يساوي موجب، في حين السالب زائد سالب برضه يساوي موجب؟ حد فيكم يقدر يقول لي ليه؟ وهوب الشاب ده بيقوم بيجاوب، ولكن بيجاوب في خد زميلته اللي جنبه. البنت بتقول له انت مجنون؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ المدرس بيمسكه وبينزل عليه مد وجزر، بيسيبوه مره واحده بيروح ياخد البرجل ده، وبكل ما اتاه من قوه بيخبط المدرس في الحساس بتاعه وبيصفيه. على بالليل ابو الواد بيروح لمرات المدرس، هو بيقول لها البقاء لله شد حيلك، ولكن صدقيني الغلط ما كانش من ابني، ده قدر وكل واحد فينا ليه ساعته، ابني بس كان مجرد سبب، وبرضه حبسه مش هيرجع لك المرحوم، عارف كويس انك هتتبهدله من بعده، ولكن صدقيني ده مش هيحصل، انا متكفل بيكي وبعيلتك مدى الحياه، كل طلباتك هتكون مجابه، انا اسمي اديب رجل اعمال مشهور اكيد انت عارفاني، انا بعتذر لك، يا ريت بس تروحي تتنازلي عن القضيه اللي انت عاملاها، صدقيني هعيشك عيشه مستحيل جوزك كان هيعيشك فيها. بتقول له انا مستحيل اتنازل عن القضيه، والحيوان اللي انت خلفته لازم ياخد جزاته، وهوب ابن الهرمه بيخبطها بيجيبها في الدولاب، بيخرج السكين وبيخلص عليها وبياخد عربيته وبيمشي. تاني يوم بيروح على المصنع بتاعه، الرئيس انا بشركه بيقول له بقول لك ايه، انا سمعت اللي ابنك عمله في المدرس امبارح، خلي بالك وقرص عليها اكتر من كده، واحد في سنه وقتل مدرس، امال لما يكبر شويه هيعمل ايه؟ وتعدي الايام وتفوت الاسابيع وتروح السنين، الواد بيكبر وها هو الوحش المهين اسد العرين، البطل التي بقدراته هيكدب النهارده كتير، هريان بياخد دش متين وبيطلع ساحب معاه الحته 36 بيقول نيتو ليا لوحدي، وبياخد رجالته بسلاحهم وبيمشوا، بيوصلوا عند الطياره دي بيركبها وبيوصل عند المكان ده اللي بيكون فيه فرح حبيبته اللي هي مين؟ نيتو صديقي، بيسحب سلاحه وهي طلقه بتروح مع اللي راحوا، وتعدي الايام والقضيه بتبقى قضيه راي عام، المذيعه بتقول احنا دلوقتي قدام المحكمه، النهارده ميعاد محاكمه اريان ابن اكبر رجل اعمال في قاره اسيا كلها، يا ترى المره دي هياخد جزاته ولا ابوها هيخرجوا منها زي كل مره؟ وفعلا عربيه الترحيلات بتوصل وبينزل منها اريان وبيخش على المحكمه، بتبدا الجلسه، وكيل النيابه بيقول سيد القاضي حضرات المستنشرين، الراجل اللي قدامكم متهم ده عافي حبتين ماشي يدوس على خلق الله برجله ومحدش همه، ده كله بسبب فلوس ابوه علشان ماسك منصب في البلد ومعارفه تقيله، هريان بسبب ابوه مفيش حاجه غلط ما عملهاش، مدمن مخدرات من الدرجه الاولى. ابو هريان بيقول له انت عارف بتقول ايه؟ وكيل النيابه بيقول بالظبط كده يا سياده القاضي، هو ده ابوه بعجرفته، وده السبب اللي خلانا في الموقف اللي احنا فيه دلوقتي، وبسم الله ما شاء الله سمعته حاجه تود النار، برنس في الحريم، زمان وهو في المدرسه حط عينه على بنت، وعلشان بس رفضت تحبه وتعاقب زيه زي اي طفل في سنه قتل المدرس بتاعه، وده كله ليه؟ علشان متاكد ان سلطه ابوها هتخرجه منها. شايف دماغك الحلوه ده يا ريس؟ هو عارف حريم بعدد الشعر اللي فيها، احسن زبون لاي كباريه في الدنيا، واي بنت يحط عينه عليها هيجيبها برضها او غصب عنها، المهم ياخد اللي هو عايزه منها غلط صح، اهم حاجه يبسط دماغه. وفي يوم من الايام شاف نيتو، خلينا احكي لك يا سياده القاضي القصه من اولها. نيتو كان مديرها عازمها على حفله، وشافت هناك اريان بيرمي فلوس عمال على بطال، راحت له بتقول له بعد اذنك دقيقه من وقتها، اريان بمجرد ما بيشوفها بيدوب في جمال عينيها صديقي، هو ده الحب من اول نظره، بيقول له الحرس سيبوها، بيقعد معاها بتقول له انا شغاله في شركه كوكلي وعازمني النهارده على الحفله، وانا اسفه كده عايز اكلمك في موضوع ولكن ماليش ان اتدخل فيه، يقول لها سلام انت تقولي اللي نفسك فيه، انا بحب اسمع للستات بالذات الستات اللي شبهك. بتقول له انا عندي شغلانه تانية جنب شغلي في الشركه، هو مش شغل بالظبط قد ما هو عمل خيري، بجمع تبرعات لدار الايتام للاطفال اللي في الشارع، فشوفتك بترمي فلوس كتير، انا اسفه مش قصدي حاجه، فحضرتك لو تكرمت ممكن تبرع للجمعيه باي مبلغ بسيط، صدقني في ناس كتير محتاجه الفلوس دي، ودي صور الملجأ وكل الاطفال اللي فيه. هريان بيفضل سرحان فيها ومش عارف ينزل عينه من عليها، بيشاور لجيلو دراعه اليمين بيطلع لها شنطه فلوس، بتقول له بس كده كتير قوي، جيلو بيقول لها ده بالنسبه لك، هريان بيحب يعمل خير كتير، نيتو بتكون في منتهى السعاده، بتقول له بجد انا مش عارفه اشكرك ازاي، بيقول لها مشروبك ايه؟ بتقول له انا ما بشربش، جيلو بيقول لها اريان بيه قصده عصير تشربي ايه؟ بتقول له ممكن ليمون، جيلو بيغمز لعم حسنين اللي على البار بيدوا العصير لنيتو وفعلا بتشرب العصير، بتقول لاريان انا اول مره اقابل حد في كرمك ده، ربنا يخليك من فاعلين الخير، وهوب بتطب ساكته مغمى عليها، ونعمل خير يا اخويا اريان. جيلو بيقول له دي باين عليها بنت نظيفه قوي يا ريس، يعني لو حطينا لها قد الفلوس دي 5 مرات ما كانتش هتوافق، ولو تعافينا عليها هتفضل الموت ولا انها تيجي معاه، علشان كده انا حطيت لها منوم في العصير. بيقول له غبي اللي ما تعرفش الجو بالقوه او بالفلوس تقدر تعمله بقلبك، جهز العربيه، وفعلا بيركبوا العربيه وبيروح معاها يوصلها، وبيفضل طول الطريق باص عليها، بيوصلوا البيت وبيدخلها اوضتها وبينيمها على سريرها وبيسيبها ويمشي، ومن ساعتها صديقي وراها في الروحه والجايه، بيروح لها على الشركه بيشد السطر بتاعه وبيفضل مراقبها من بعيد، مدير الشركه بيروح له وبيقول له اهلا وسهلا بيك يا فندم نورت الشركه، ايه اللي خلاك تتعب نفسك وتيجي لحد هنا يا ريان باشا؟ بتليفون واحد كنت هاجي لسيادتك لحد البيت، بيسيبه يرغي
رغي هو ما بيكونش شايف قدامه غير نيتو. نيتو بتقول له يا فندم انت سامعني؟ بيقول لها سامع. بتقول له هو حضرتك بتعمل ايه هنا؟ بصراحه كده انت ابن حلال وانا طول النهار افكر فيه. حضرتك اتبرعت بمبلغ كبير قوي وانا نفسي بصراحه تشوف دار الايتام اللي اتبرعت فيها، هم كمان نفسهم يشوفوك علشان يشكروك بنفسهم. بيقول لها سلام من عينيا الجوز ومناخير اللوز، يلا بينا. وفعلا بيروحوا على دار الايتام والدنيا بتولع نار. على بالليل بيوصلها البيت. حارس العماره بيقول لها يا فندم. بتقول له نعم يا عم حماده في حاجه ولا ايه؟ بيقول لها انا ملاحظ ان اللي وصلك ده يبقى اريان ميرزا، واللي انا اعرفه عنك انك بنت محترمه، هو انت ما تعرفيش عنه حاجه ولا ايه؟ بتقول له قصدك ايه يعني؟ بيقول لها ده ما فيش حاجه حرام ما بيعملهاش، عيشته كلها حرام في حرام، ولو مش مصدقاني خش على النت وانت هتعرفي كل حاجه. تاني يوم بتروح على الشركه بتفضل تقلب في تليفونها وبتعرف مصايب اريان كلها، وهوب بتلاقي جاي عليها في وشها. بتترعب والتليفون بيقع من ايديها، وهو كالعاده ما بينزلش عينيه من عليها، بيغملها عيونها وبياخدها لبره وبيشيل ايديه من عليها. بتفتح عينيها بتلاقي قدامها الحته الالماني اللي نفسي اركبها يا صديقي. في الوقت ده خاله اللي بيكون ماسك شغل ابوه في واحد من الرجاله بيرن عليه وبيقول له يا ريس اريان سحب عربيه جديده سددها ولا اعمل ايه؟ بيقول له عربيه ايه والمين؟ هو انا مش معايا الا اريان ولا ايه؟ كل ما بتعجبه حاجه يشتريها فاكر نفسه بيغرف من البحر، انا ما بلاقيش الفلوس دي في الارض، بس مش مشكله ادفعها وانا هتصرف. وبيقفل معاه. تاني يوم اريان بيروح لنيتو الشغل وبياخدها من ايديها بيعمل لها مفاجاه جديده. بيقول لها شايفه البيت ده من النهارده دي شقتك. نيتو بتكون في منتهى الرعب منه ومش عارفه تخلع منه ازاي. في نفس الوقت الشخص اللي اتصل بخاله امبارح بيتصل بيه تاني وبيقول له يا فندم اريان اشترى بيت جديد. بيقول له باسم مين؟ باسمي؟ بيقول له لا. بيقول له طب باسم ابوه؟ بيقول له برضه لا. بيقول له يبقى باسمه؟ بيقول له برضه يا فندم لا. بيقول له طب ما تنجز يا عم وتقول جابوا لمين خلصنا. بيقول له نفس البنت اللي اسمها نيتو يا فندم. بيقول له نعم نهار اسود معايا وانا ادفع تمن بيت لواحده ما اعرفهاش ليه؟ انا طالع عن امي على الفلوس وهو يصرفها لي على الحريم، عليا النعمه لو رن التاني اللي خلص عليه. وبيقفل التليفون في وشه. دهشور بيقول له ده يا فندم ما تعملش في نفسك كده، انت لو ما دفعتش الفلوس دي طب وبعدين هتحط نفسك في مشاكل احنا في غنى عنها، انا مقدر كويس اللي انت فيه والفلوس بالنسبه لك خط احمر، انا عارف انك ما اتجوزتش لحد دلوقتي علشان توفر حق فلوس الجوازه، ويجي حته عيل زي ده يصرف فلوس الافات على النسوان. بيقول له الافات؟ الافات مين؟ انت عارف ابن الهرمه ده صارف كام لحد دلوقتي لوحده؟ ده صارف من مليار لمليار ونص لحد دلوقتي، الفلوس دي لو ما صرفهاش كان زمانها معايا، ولكن هعمل له ايه؟ هو الباشا بيصرفها على دماغه ولسه كمان هيخلص على الباقي، ولكن وحياة امي اللي خلص عليه هو اللي اتشدد له. بيقول له بس يا ريس انت عارف، بيقول له مفيش بس، انا عارف انا بقول لك ايه وهنفذ، اجمع عليه اي طريقه خلينا نخلص عليه بيها، اهم حاجه ما اجيش في الصوره، نفذ. على بالليل اريان بيكون مع نيتو في الجراج وابن الهرمه ده بيكون نصيب له كمين، ولكن على مين؟ ده اريان ابن المعلمين بياخد باله منهم، هو بيركب نيتو العربيه، ابن الهرمه ده بيجري عليه وبيضرب عليه بسلاحه، اريان من كدبه بيصد باليافطه دي وهي واحده في صدره بيريحه، اللي بعديه الرجاله كلها بتيجي جري عليه ولكن بيخرج سلاحه وبينزل فيهم تفحيط، واللي بيجي عليه بيصفيه، محسن وحسين بيروحوا جري عليه بالبلطه بيكتف الاثنين وكل واحد بيخبطوا طلقه، هبل على اللي بعده بياخد طلقه في رجله وهي واحده بالبلطه بيحصل اللي قبليه، بيخلص عليهم واحد ورا الثاني ولا حد فارق مع معاليه. حماده بيجي جري من ورا العربيه ولكن بيخبطوا طلقه بيحصل اللي قبليه، بيخلص عليهم كلهم هو بيقلب الجراج مشرحه. تاني يوم ابو اريان بيكون واقف في اشاره المرور ومره واحده واحد شحات بيخبط على ازاز العربيه، بيفتح له وبيقول له ربنا انا ما بشحت، انا معايا الواد ده غلبان وبصرف عليه، اي حاجه والنبي ساعدني بيها. ابو اريان بيقول في باله عمري الواد ما كان عبء على ابوه، وده دورنا في الحياه ان احنا نامن لهم مستقبلهم مهما كانت الظروف. بيقول للسواق اديله يا ابني، السواق بيطلع له 5 فكه، بيقول له هو بيشحتك اديله الرزمه، السواق بيديله باكو محترم، بيقول له روح يا باشا ربنا يكتر رزمك وما يحرمنا من كرمك. في الوقت ده نانيتو بتكون في اجتماع في الشركه وبتشرح لهم ارباح البيستاشيو في اخر كام سنه، اريان بيخش عليهم وبيشدها من ايديها وبياخدها ويمشي، الكل بيكون مستغرب ولكن محدش فيهم بيقدر يتكلم لان صديقي اللي هيتكلم عليها هيعلم، الكل بيستغرب، هو مدير الشركه بيجيب اخره وبيكلم بيها علشان يتوسط له يكلم اي حد على اريان يوقفه عند حده، وباهي ده صديقي يبقى حرامي كبير صاحب ابو اريان. تاني يوم باهي بيرن على شهاب خال اريان بيقول له ازيك يا شهاب، بيقول له بخير ما عليك طول ما انت بخير يا فندم، بيقول له انا بعت لك راجل صاحب شركه كوكلي، اريان عامل له مشاكل كتير قوي في شغله وخسره فلوس ملاش اول من اخر، اكتب له شيك بمبلغ حلو ومشيه، بيقول له من عينيا يا ريس اي حد من طرفك نشيله فوق دماغنا، وبيقفل معاه. الراجل بيقول له انا محرج منك بس ليا طلب عند سيادتك، بيقول له قول، بيقول له لو ينفع بس تديني المبلغ كاش بدل الشيك، بيقول له يا سلام بس كده، طب خد، بيقول له ايه اللي انت هببته ده، بيقول له مش انت اللي طلبت كاش، انت هتمشي من هنا وكانك خدت الفلوس، ولو عرفت ان باهي بيه عرف هطير دماغك مفهوم، يلا غور. الراجل بيلم كرامته اللي اتبعترت وبيروح جري على الشركه بيطلع غله كله في نيته، بيقول لها من النهارده ما اشوفش وشك هنا تاني، ما عنديش مكان لواحده شمال زيك، انا بسببك خسرت فلوس ملاش اول من اخر، انت مكانك مش هنا، انت مكانك على فرشه اريان، اطلعي بره يا واطيه. نيتو ما بتقدرش تمسك دموعها، ما يعرفش ان
ان اللي يزعلها اريان هيقلب حياته دمار. وفعلا مفيش ساعه واريان بيحضر في المكان، بيكون في منتهى الغضب. هو بيخش على مكتب راجو، جيلو بيديله سلسله وهي واحده مشبك بيلفها حوالين رقبته. هو بيطلع جره زي الكلب وسط موظفينه في الشركه كلها، بيرميه تحت رجل نيتو وبياخد الجرعه بتاعته. بيسحب سلاحه. هو بيقول له الاول رحت تاخد تعويض من ابويا، بس اقول لك ما عنديش مشكله في دي، انما تمد ايدك على هيبقى لعبت في عداد عمرك. يلا اعتذر لها بدل ما فرتك دماغك. نيتو بتقول للمدير بجد انا اسفه يا فندم. بيقول لها انا اللي اسف وصدقني مش هتتكرر تاني. بتقول له انت ما ذنبكش حاجه، الغلط كله غلطي انا. اي حد مكانك هيشوف الطريقه اللي اريان بيعاملني بيها هيقول نفس الكلام اللي انت قلته. بتسيبه وتروح لاريان بتقول له يا عم انت عايز ايه مني؟ بس اقول لك حاجه، انا فاهمك وعارفه ايه اللي انت عايزه، لو ده هيريحك ويخليك تسيبني في حالي يلا بينا. بيقول لها انت عبيطه؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا لو كنت عايز اعمل حاجه كنت عملت من اول يوم كنت فيه عندي. انا كل اللي عملته ده علشان بحبك وبس، انا عمري ما حبيت حد قد ما انا حبيتك يا ناتو. انت وصلتيني بيك لمرحله الجنون. فكره ان حد ممكن يفكر انه يؤذيك او يعمل اي حاجه تضرك انا ممكن اطير دماغه فيها. بتقوله طيب وانا ما بحبكش؟ انت ما ينفعش حد يحبك اصلا، انت عندك فلوس وسلطه وقوه ولكن اهم حاجه مش موجوده فيه وهي انك تكون انسان عندك رحمه. لا ومش كده وبس، انت فيك كل الصفات الوحشه، مدمن مخدرات، مدمن نسوان، وعايش حياتك على شر رغباتك وبس. تفتكر البيت اللي انت اشتريته ده ينفع اعيش فيه معاك؟ لو عشت فيها اقضي الباقي من حياتي خايفه. بعد اذنك سيبني في حالي وملكش دعوه بيا. وبتسيبه وتمشي. هريان بيرجع على البيت هو بيفضل يفكر في كلامها، بيحاول يبطل عاداته الوحشه، وفعلا اللي بيشربه بيكون قدامه ولكن بيخبط الترابيزه برجليه وبيقرر يبطل. بيفضل يلف حوالين نفسه، هو ما بيقدرش يسيطر على غضبه. جيلو بيطلع الكيس من جيبه وبيحط له شويه دقيق على الترابيزه وهو بيشدهم ولا اجدعها مكنسه كهربائيه. بيفوق ويا ريته ما فاق صديقي. جيلو بيطلع جري في الطرقه ومره واحده بيلاقي اريان في وشه، بيمسكه من رقبته هو بيقول له انت مش شايف ان انا عايز ابطل؟ بدل ما تساعدني بتحط لي الزفت اللي انا مدمنه ده في وشي. بيقول له انا شايفك بتتعذب يا ريس وما استحملتش. بيقول له لازم نستحمل، انا لازم ابطل من النهارده، انا هنزل مصحه. وفعلا بيروح على مصحه، بينده على جيلو بيقول له امرنا يا ريس. بيقول له لو ابويا سالك عليا اقول له اني سافرت اغير جو بره، مفهوم؟ بيقول له تمام يا ريس. وتعدي الايام وتفوت الاسابيع واريان بيعاني من الام الانسحاب. الدكتور بيروح لجيلو بيقول له انت لازم تعرف والد اريان ان اريان في مصحه لان حالته خطره جدا، لازم ابوه يكون موجود. بيقول له كمل علاجك انت عادي يا دكتور وانا هتصرف. بيقول له خلصان وبيسيبه ويمشي. جيلو بيخرج التليفون وبيتصل بناته بيحكي لها كل اللي حصل، وفعلا بتحضر في المستشفى. بتشوف اريان وهو بيتعذب علشانها، وعلى بالليل اريان بيفوق بيلاقي ناتو في وشه، بتمسك ايديه بتقول له انت لو دخلت في الحرب دي مع نفسك علشاني فانا معاك فيها ومش هسيبك. وفعلا يا صديقي بتعدي الايام وتمر الشهور والاتنين بيعيشوا قصه حب تطير العقول. بيكمل علاجه وبيخرج من المستشفى على رجليه وبياخدها وبيروحوا على البيت. بتقول له انا عامله لك مفاجاه. بيقول لها عشان انا؟ بتقول له اكيد طبعا. بيقول لها طب وريني. بتقول له اهي. بيقول لها ياه انت لسه فاكره؟ بتقول له انا مستحيل انسى، عارفه انت بتحب ايه كويس، عارفه لونك المفضل ونوع الساعات اللي بتلبسها والجزم والبرفان وكل حاجه كل حاجه. وهوب البنت دي بتطب عليهم. بتقول له ايه ده اريان وحشني فينك من زمان. بيروح لها وبياخدها بالحضن. نيتو بتغضب بيقول لها تعالى احب اعرفك بناتو. بيبص حواليه بيلاقيها فص ملح ودابه. بتروح على البيت واريان بيروح وراها، بيفضل يخبط على الباب ولكن ما بترضاش تفتح له. بيقول لها انا عارف انك جوه، افتحي لي الباب بعد اذنك، ولكن ولا بتعبره. بيخرج سلاحه هو بيقول لها انت لو ما فتحتيش انا هفرتك دماغي بالمسدس، افتحي الباب. وهوب بتسمع صوت طلقه، بتروح جري تفتح الباب بتلاقي قدامها بيضحك. بيقول لها وانا لازم اعمل كده علشان تفتحي؟ وبياخدها بالحضن بتزقه بعيد. هو بتقول له انت لو عملت كده تاني انا اللي هروح فيها، انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا اريان. وبتاخد منه السلاح. بتقول له انت لو فكرت تعمل كده تاني انا اللي هفنجر دماغي بالسلاح. بيقول لها ايه ده انت اتجننتي؟ بتقول له طبعا انا ممكن استحمل اي حاجه في الدنيا دي الا اني اعيش من غيرك، انت فاهم؟ الاتنين بياخدوا بعض لمسه اكتاف، فانا كمختار هشد اللحاف. على بالليل بياخدها على الحفله اللي عاملها عنده في البيت وبيعرفها على مامته وجدته. بياخدها لفه في المكان بيقول لها تعالى اعرفك على بابايا. بيلاقي خاله في وشه بيقول له ايه يا خال؟ بيقول له ازيك يا اريان؟ بيقول له تمام ابويا فين؟ بيقول له كان هنا من شويه، احب اعرفك ده برنس ابن نبيت خان وده اريان ابن اختي. اريان بيقول له اهلا وسهلا. بيقول له دي نيتو خطيبتي. بيقول لها اهلا وسهلا. العشم بياخده بيكون خلاص هيحضنها ولكن نيتو بتبعد عنه. بيقول ايه ده الظاهر كده انها بنت ارياف. اريان بياخدها من ايديها وبيكون خلاص ماشيين ولكن برنس بيقول الظاهر كده انه جايبها من الشارع، بنت زباله اصلا باين عليها قوي. اريان بيقول له انت بتقول ايه؟ بيقول له ايه يا عم انا قلت انها من الشارع، هو انا غلطت في حاجه؟ هو بيقول له انت عارف لولا ما انت في بيتي كان زمان قطع رقبتك. هو معلقها علشان تكون عبره لغيرك، يلا غور من وشي. بيقول له انت مش عارف انا مين؟ انا برنس ابن نبيت خان.
بتقل مني علشان شرشوحه زي دي؟ انا لو مشيت خطوتين ب2 جنيه هجيب احسن منها، وربنا ما هعدي لك اللي انت عملته. هريان بيغضب وبياخد بعضه ويمشي. الحفله بتخلص وكل واحد بيروح على بيته، ولكن هريان بياخد رجالته وبيركب عربيته، بيفضل يشرب ميه لحد ما بيوصل في المكان اللي فيه البرنس. بيخلص على كل رجالته وبيمسك برنس بيلسقه حته قلم محترم بيجيبه على الارض، بيطلع الحساس بتاعه وبيفضي الميه اللي شربها طول الطريق وهو جاي له على وشه. بيخلص هو بيقول له تصدق وشك بقى انضف من الاول، وبعدين انت لازم تعرف حاجه، انا اقدر اعمل اكتر من كده وبدراعي مش بابويا. وبياخد رجالته وبيمشي. برنس بيروح لباباه، هو بيقول له انا من امبارح عمال اغسل في وشي، انت ليه مش عايز تعمل له اي حاجه؟ طالما انت مش عايز تعمل اي حاجه اتصل باخويا بهاي هو اللي يتعامل معاه. بيقول له انا صدقت ما خرجت اخوك من البلد، وانت علشان حته عيل عايزني ارجعه تاني؟ اخر مره جه هنا عمل كارثه وخرجته منها بالعافيه. الباشا اخر مره اغتصب مرات ظابط وقتلها، ولما عرف ان الشرطه ناويه تقبض عليه راح قدام القسم وسحب سلاحه وخلص عليهم كلهم. ومش كده وبس، ده كان في شرطيه في القسم اغتصبها وقتلها هي كمان، وانت عايزني ارجعه تاني؟ لا اصبر شويه وانا هرجع لك حقك. يا ابو اريان مش راجل صغير، ولو قتلت له ابن دلوقتي هتقوم حرب مش هتخلص. خال اريان بيحضر في المكان، بيقول لهم مسا مسا يا رجاله. برنس بيقول له انت بالذات ما تتكلمش، ابن الهرمه ده هني قدامك وانت ما فتحتش بقك بكلمه. بيقول له طب وسع انت كده علشان طالع من وشك ريحه وحشه. بيقول له بصراحه كده يا باشا الواد ده عنده حق، اريان بعد اللي عمله في وشه الريحه لسه لابده فيه، احنا لازم نحط حد للموضوع ده، احنا الاول نخلص على البنت اللي معاه وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه مع اريان. وفعلا بالليل نيتو بتكون مروحه ومره واحده الاثنين دول بيخشوا عليها بيخبطوها طلقه في ظهرها بتطب ساكته مكانها. اريان بيعرف هو بيحضر في المكان في ثانيه، بياخدها بسرعه على المستشفى وبتخش اوضه العمليات. اريان بيفضل مستني بره وبيبص على الكاميرات، بينده على جيلو هو بيقول له تعرف لي مين اللي عمل كده بسرعه وتبلغني يلا. بيقول له تمام يا ريس. وتعدي الساعات الدكتور بيخرج لاريان بيقول له اطمن حالتها دلوقتي بقت زي الفل. فرحته بتكمل، هم جيلو بيتصل بيه بيقول له الاثنين اللي عملوها جبناهم يا ريس. بيقفل معاه وفي ثانيه بيكون قدامه، بيروح على اول واحد فيهم بيقول له انجز وقول لي مين اللي خلاك تعمل كده. بيقول له ربنا انا ماليها ذنب، شهبي هو اللي قال لي اعمل كده، وصدقني انا ما كنتش اعرف انها تخصك يا اريان باشا، ابو سيدك سامحني. بيقول له انا مش هسامحك وبس، انا هرحمك علشان ما تكررهاش. وهوب بينزل على رقبته بالسكينه بيطيرها. بيخش على اللي بعديه وبكل سهوله بيحصل اللي قبليه، بيطلع التليفون من جيب المرحوم وبيبعت رساله لخاله بيقول له احنا في ورطه تعالى بسرعه. وفعلا خاله ما بيكدبش خبر وبيحضر في المكان. اريان بيقول له انا دايما بسمع ان الخال والد ولكن انت طلعت فاقد. بيقول له اريان يا ابني صدقني انت فاهم الموضوع غلط. اريان ما بيستنوش يكمل كلامه هو بيعمل مع كرشه الغلط. ثاني يوم بيروح يدفن خاله صاحب واجب يا اريان اخويا. واحد من رجاله ابوه بيقول له يا ريس اللي قتل شهاب هو اريان ابن معاليه. الحاج بيستغرب واريان بيهدي امه على المرحوم اخوها. بيخلصوا العزاء واريان بيقعد هو وابوه في المكتب. بيقول له اسمعني يا اريان انا عايزك تجيب نيتو واهلها علشان نتكلم في حوار جوازكم. اريان بيفرح قوي وفعلا تاني يوم بيجيب نيتو وعيلتها. بيقعدوا والحاج مزرا بيحضر بيقول له هي دي يا بابا نيتو اللي انا كلمتك عليها، وده يا نيتو بابا يسلمي عليه. بيقول لها ازيك يا بنتي. بتقول له انت حيوان. الكل بيكون في منتهى الصدمه. بيقول لها انت قلت ايه؟ بتقول له بقول لك انت راجل حيوان. اريان بيقول لها انت اتجننتي ده ابويا. بتقعد وبتولع سيجاره. بتقول له طبعا عارفه ومتاكده انه ابوه، ما انا في يوم من الايام كان عندي اب وبسبب ابوك ابويا اتسجن واتحكم عليه بالاعدام. اتحكم عليه بالاعدام في حاجه ملوش ذنب فيها، اتحكم عليه بالاعدام علشان يحمي المجرمين اللي زي ابوه. ايوه ابوك لبس قضيه لابويا ملوش اي ذنب فيها، ولما اخته راحت له ترجاه يخرج ابويا منها طلب يعمل معاها الجلاشه. ولما رجعت البيت اخر اليوم ضحكت عليا وفهمتني ان ابويا هيخرج من السجن، ولكن صحيت لقيتها سايبه لي رساله ومعلقه روحها في المروحه. ما قدرتش تستحمل اللي ابوك كان عايز يعمله معاها. عارف ليه؟ علشان ابويا كان راجل محترم تعب علشان يحافظ على كرامتنا وما يحوجناش للكلاب اللي زي ابوه. لو انا كنت مكانها كنت برضه هعمل كده. كل ده بسبب ابوه. هريان بيكون في منتهى الصدمه ومش مصدق اللي هي بتقوله. وانت يا حيوان دمرت كل عيلتي ومحدش هيدمرك انت غير ابنك اريان. عارف ليه؟ لان اكتشفت ان هو نقطه ضعفك، انما انت يا اريان انا اللي نقطه ضعفك. علشان كده مثلت ان انا بحبك لحد اما خليتك تحبني اكتر من نفسك. مع السلامه يا احقر مخلوق عرفته في حياتي. وبتسيبه وتمشي وهي ماشيه بتفتكر كل اللي هي عملته علشان تدمر ابو اريان. ابو اريان بيقول له اسمعني كويس يا ابني. بيقول له بس يابا انت ما تتكلمش ولا كلمه تاني. بيروح جري ورا نيتو هو بيقول لها اسمعيني طب اقف اديني اي فرصه اشرح لك. بتقول له نعم عايز ايه؟ بيقول لها صدقيني انا ماليش دعوه ولا اعرف اي حاجه من اللي عملها ابويا، وانت عندك حق وليكي حق في كل اللي انت قلتيه وعملتيه، بس ابوس ايديكي ما تاخدنيش بذنب حاجه انا ماليش اي
اي ايد فيها. بتقول له يا عم اللي خلف ما ماتش، بعد ما هيموت ابوك انت اللي هتورث كل حاجه منه حتى سمعته وسط الناس. بيقول لها وانا عندي استعداد اتحمل كل غلطه ومش عايز اي حاجه منه، صدقيني انا بحبك وما اقدرش استغنى عنك نيتو، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. بتقول له هو ده اللي انا عايزاه وهسيبك علشان مش هتعرف تعيش من غيري، ساعتها بقى هتدمر حياه ابوك وهخلص من كنتوا الاتنين. وبتسيبه وتمشي. هريان بيتدمر تماما وبيرجع لحياه الادمان اللي كان عايشها. جيلو بيقول له يا ريس نيتو سابت مفاتيح البيت ومفاتيح العربيه اديتهم للبواب وماشيه. هريان بيغضب وبيروح جري لباباه بيقول له تعالى معايا دلوقتي. ياخده بالعربيه وبيروح لنيتو بيقول له اتاسف لها، انت مش سامعني؟ بقول لك اعتذر لها. بيقول لها انا اسف يا بنتي، انا غلطت واستاهل كل اللي يجرالي. بتقول له طيب ابوك يتاسف وباقي الحراميه اللي معاه انا مش هسامح حد فيهم. هريان بيقول لها دي عندي انا اللي هجيب لك حقك منهم. وادي جيلو بيقول له نعم يا ريس. بيقول له اجمعهم لي كلهم في قفص واحد. بيقول له من انا يا ريس. جيلو بيخرج التليفون وبيتصل بيهم بيعزمهم كلهم على حفله، وتاني يوم بيستقبلهم واحد ورا التاني. وزير الداخليه بيقول للسكرتيره بتاعته هو اديب فين، اتصلي بيه حالا. بتقول له حاضر يا فندم. نبيت خان بيقول هو مفيش حد هيستقبلنا هنا ولا ايه؟ هريان بيقول لهم مستعجلين على ايه؟ هديني جيت. بيطلع رشاش شبه الموتوسيكل. يا رب يا معين. بيفتح الرشاش على البحر وبيقلبها مجزره، بيفرتكم كلهم ومفيش شويه والدنيا بتتقلب. المذيعه بتقول لاول مره في تاريخ الهند حادثه تكون بشعه بالشكل ده، 5 وزراء يموتوا في يوم واحد، دي كارثه. اجمالي الجثث في المكان كانوا 22 والشرطه لسه بتحقق وما تعرفش مين اللي عملها. في الوقت ده مرات وزير الداخليه بترن على اديب ابو عريان، هو بتقول له صدقني مش هعدي اللي ابنك عمله، اسمع مني خليك بره الموضوع ده والا هخلص منكم انتوا الاثنين. بيقول لها اعلى مفخلك اركبيه، انا مستحيل اسيب ابني، لو فكرت تيجي ناحيته انا عندي اللي عايشك الباقي من عمرك في السجن. في الوقت ده برنس بياخد عزا باباه، هو بيقول ابن الهرب عملها على وش، بعدها قتل والدي، ما انا قلت لك يابا نخلص عليه انت ما سمعتش كلامي. بيقول لدراعه اليمين اسمع، تتصل باخويا وخليه يجي هنا في اسرع وقت. بيقول له قصدك فرحان؟ بيقول له هو. وفعلا الراجل ما بيكدبش خبر وبيتصل باخوه فرحان، وظاهر كده ان في حد مزعله صديقي. المهم دراع اخوه اليمين بيتصل بيه بيقول له يا ريس ابوك مات والدنيا بايظه انزل في اسرع وقت. في الوقت ده عريان بيروح على بيت نيتو، بتقول له طبعا قتلتهم كلهم ودلوقتي جايني فاكرني هاخدك بالبوس والاحضان وهقول لك فينك من زمان تبقى غلبان. احب اقول لك لو انت اخر راجل في الدنيا انا مستحيل هكون ليك. بيمسكها من رقبتها، هو بيقول لها هو انت فاكراني اللعبه في ايديكي هتحركيها وقت ما انت عايزه؟ لا فوقي انا اريان، يعني ممكن ادوس عليكي وانساكي في ثانيه، انت مش عايزه تسيبيني؟ يلا غوري من وشي. وبيسيبها ويمشي. بتروح جري وراه وبتاخده بالحضن صديقي، بتقول له انا اسفه انا عملت كل ده علشان خاطر اللي ابوك عمله مع ابويا، ولكن غصب عني حبيتك ما اقدرش استغنى عنك، متاكده مع الوقت اني هقدر انسى وهحاول اعدي علشانك، ما تسيبنيش ابوس ايديك انا بحبك. بيقول لها انا عمري ما حبيت حد بالشكل ده وعملت ده كله علشانك، سامحيني انا ما قدرتش اتمالك اعصابي. بتقول له ايه ده، هو انت صدقت يا عبيط؟ هو ده اللي انت هتدوس عليه وهتنساني في ثانيه؟ لا 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 انا كنت فاكراك اجمد من كده يا راجل، عيب ده انا بدمعتين عرفت اضحك عليه. هريان بيكون في منتهى الصدمه وبيسفخ حته قلم محترم. بيقول لها طيب اسمعيني كويس، افتكر ان انا عملت كل حاجه علشانك وعلشان بحبك، وصدقي اني هتندمي على الحب ده، ومن النهارده هتعيشي عمرك كله من غير ما حد يلمسك، لان لو حد فكر يلمسك هجيب اجلك واجله. وبيسيبها ويمشي. بيروح على النايت كلاب وهو بيتقل في الشرب يا صديقي. بيرجع حياته دمار تاني وتعدي الايام وحياته بتتدمر اكتر من الاول. بيحضر فرحان وبيروح على اخوه وبياخده بالحاضن، بيقول له ما تقلقش من النهارده اخوك الكبير جنبك هنا. مين اللي عمل كده؟ بيحكي له كل اللي حصل. وتاني يوم حد بيكلم فرحان في التليفون هو بيقول له اريان يا ريس في الفندق، ولكن رجالته كلهم معاه. في الوقت ده اريان بيصحى من النوم، جلو بيقول له حرام عليك يا ريس اللي انت بتعمله في نفسك، بقالك يومين نايم وما اكلتش اي حاجه، انت كده ممكن تروح فيها هتموت نفسك علشان واحده ما حبتكش. بيقول له عندك حق، وطالما انا هموت يبقى هي كمان لازم تموت حاله. بياخد بعضه وبيركب عربيته وبيمشي. حسام بيرن على فرحان بيقول له اريان ركب العربيه ولسه ماشي وما خدش حد معاه من رجالته. فرحان بيقول لاخوه رن على السواق خليه ينفذ. البرنس بيرن على السواق هو بيقول له انا عايز الموتور يخش في العربيه من جوه. في الوقت ده اريان بيكون واخد الطريق في احتراد، وهوب ابن الهرمه ده بيلبس فيه بداش من العربيه 100 حته. اريان يا دوب بيطلع من باب العربيه هو بيكون مش شلفط من كل حته، بيلاقي في وشه فرحان بيبص له بيكون فيه فرحان. بيقول لرجالته خلصنا من اول واحد، شوفوا لي نيتو دي كمان فين. وبياخد رجالته وبيمشي. اريان بيتاخد على المستشفى وبيدخله اوضه العمليات. في الوقت ده رجاله فرحان بيدوروا على نيتو في كل مكان، وزلطه بيروح لفرحان وبيقول له مش لاقيينها يا ريس، دورنا عليها في كل مكان مش لاقيينها. بيقول له تخليك وراها وما تسيبهاش الا لما تجيبوها، مفهوم؟ بيقول له امرك يا ريس. في الوقت ده اريان بيطلع من اوضه العمليات والدكتور بيقول لباباه للاسف اريان تعبان قوي، ادعي له يقوم بالسلامه. بيقول له طب وان شاء الله يا دكتور هيقدر يقوم منها امتى؟ بيقول له هياخد وقت شويه. وتعدي الايام واريان بيقوم بالف سلامه. الممرضه بتشيل الشاش من على وشه، بيبص لنفسه في المرايه هو بيكون في منتهى الصدمه. سبحان الله في الوقت ده رجاله فرحان بيعرفوا مكان نيتو، بيخطفوها وبيودوها على بيت فرحان. ابن الهرمه
بمجرد ما بيشوفها ما بيعرفش ينزل عينيه من عليها. بيبص على دراعها بيلاقي برع معلمه فيه. بيمسك دراعه وبياكل منه حته. بيقرب من نيتو هو بيكون خلاص هيخبطها واحده على الطاير، ولكن اخوه بيمسك ايديه بيقول له انت هتعمل انت اتجننت؟ بيقول له ايوه وهو عقل خلاص طار وهتجوزها. بيقول له البنت دي انا اتهنت بسببها وابويا اتقتل على ايد ابن الهرمه اللي بتحبه، وانت دلوقتي عايز تتجوزها؟ فوق يا عم. بيقول له بصراحه الواد عنده حق وحقه يعمل اكتر من اللي هو عمله. انا لو مكانه كنت هقتلك انت شخصيا اخويا. بيقول لها انا شفت نسوان على عدد شعر راسك ولكن عمري ما شفت في جمالك، وانت يا برنس جهز لنا حته فرح محترم واجهز علشان تزفنا فيه. يلا يا عم. تاني يوم جيلو بيروح لاريان. هو بيقول له في خبر كده يا ريس عايز اقول لك عليه. بيقول له قول. بيقول له نيتو هتتجوز هي وفرحان النهارده. بيقول له جهز الرجاله. بيروح على المكان اللي فيه فرح نيتو. هو بيقف بالسلاح وحش عارف مش شايف اللي حواليه، وده اللي حصل ووصله هنا يا صديقي. جيش من الرجاله بيجي جري عليه. تفتكر ان ده هيفرق مع معاليه؟ قولها معاه يا صديقي. لا والله بيطيح فيهم بسلاحه واللي بيقرب منه بيقسمه نصين. ارجع يا حسين. حماده بيجي عليه جري بالبلطه بيمين. اللي بعديه يحصل اللي قبليه. التالت بيمسكوا من قفاه بيطير 5 6 بيه. بيكسر في عظمهم بكل غباء ولا واحد فيهم فارق معاه. رجالته بيحضروا في المكان. هو بيقوموا بالواجب مع اللي باقي منها. برنس بيروح عليه بالبلطه ما يعرفش انه حط نفسه في ورطه. بيخبطوا بواحده في وشه وحماده بيخش عليه بيشرح في جسمه. بيطير دراعه بيرقده مكانه. فرحان بينزل والغضب باين في عينيه. تفتكر ان هيفرق مع معاليه؟ لا والله بينزل في وشه تفحيط، ولكن ابن الهرمه بيمسك له البلطه. اريان بياخدها منه هو بيرشها في نص كرشه بيجيب اجله. بينده على جيلو هو بيقول له اديني كاس في صحه العريس. بياخد بقه من الازازه هو بيفضي الباقي عليه. بيطلع الولاعه هو بكل برود بيولع فيه وبالمره بيولع السيجاره من نيه. بيسحب مسدسه هو بيروح لحبيبه القلب نيتو. بكل لسه هتكلم معاه ولكن بيخبطها بطلقه قبل اي كلام. بيقول لها ليه يا نيتو؟ انا عمري ما حبيت حد قد ما انا حبيتك اكتر من نفسي. كنت مستعد اخسر كل حاجه واي حاجه. كان قلبي زي اللعبه في ايديكي. عملتي بيه ايه؟ بهدلتيه ولعبتي بيه. لا وكمان عايزه تعيشي حياتك ولا كانك عملتي اي حاجه. كنت فاكراني ايه؟ هسيب حقي وهسيبك في حالك تبقي عبيطه. عرفتي بقى مين فينا اللي عبيط؟ وهوب بيخبطها الطلقه التانيه بتقع على الارض. بيقول لها كنت فاكر قصص الحب والتضحيه اللي في الافلام دي حقيقيه وانا عشت معاكي قصه زي دي. حبيتك لمرحله الجنون. بصي على جسمي كله مليان جروح ولا فارق معايا لان ده ما يجيش شكه من اللي انت عملتيه في قلبي. مفيش راجل يقبل 1% من اللي انت عملتيه فيا يا نيتو. بيضربها كمان طلقه هو بتكون خلاص بتطلع في الروح. بتقول له انت عندك حق في كل اللي قلته بس انا كنت بحاول اخد حق من ابوه. اللي ما تعرفوش بقى ان انا فعلا حبيتك ما سبتكش ولا لحظه. وفي المستشفى كنت بزورك وشايفك وانت نايم على السرير. كل لحظه كنت بموت فيها لاني انا السبب في اللي انت فيه. انا عمري ما حبيت قد ما انا حبيتك يا اريان. بيكون في منتهى الصدمه هو بياخدها في حضنه صديقي. بينده على جيلو هو بيقول له هات الطياره بسرعه. جيلو ما بيلحقش لان بيكون خلاص فات الاوان يا صديقي. وكيل النيابه بيقول بس كده يا سياده القاضي هو ده كل اللي حصل وهي دي القضيه. محامي اريان بيقول ده كله كدب يا ريس. القصه دي كلها مطبوخه علشان يورطوا موكل في جريمه ملوش اي ذنب فيها. وطبعا ابوه رجل اعمال محترم ومشهور في البلد فعايزين يشوهوا سمعته بابنه. وكيل النيابه بيقول بس يا فندم انا عندي الدليل القاطع. المتهم نفسه معترف وهو موقع على كل اعترافاته في الورقه دي. محامي اريان بيقول لو سمحت يا ريس موكلي مش في كامل قواه العقليه بسبب المخدرات اللي بيشربها وانت عارف يا ريس الافاده دي تحت تاثير المخدرات ولا ليها اي لازمه. القاضي بيقول لاريان عندك حاجه عايز تقولها؟ بيقول له اكيد يا فندم انا اسمي اريان وانا بكل كامل قوايا العقليه ولا مريض نفسي ولا مدمن ولا عندي اي حاجه وبايدي دي انا اللي قتلت نيتو. القاضي بيقول له انت فاهم انت بتقول ايه؟ انت دلوقتي بتعترف قدام المحكمه. بيقول له عارف وفاهم وصاح يا فندم لكلامي. انا قتلت نيتو مش هي وبس انا قتلت 5 وزراء. بيقول له الكلام اللي انت بتقوله ده يا ابني هيوصلك لحبل المشنقه. بيقول له انا ما استاهلش غير حبل المشنقه يا فندم. ده عقابي على كل اللي انا عملته. وفعلا القاضي بيحكم عليه بالاعدام وهو ده اللي بيحصل يا صديقي. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي اكون كفيت ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت وكومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد. وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.